السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم السيد خالد حسن من مدرسة إيهاب إسماعيل الثانوية العسكرية. في حلقة اليوم إن شاء الله هنحدثكم على زمن المضارع. زمن المضارع بفكر كل طلاب ودارسي اللغة الفرنسية أساس لأي زمن من الأزمنة اللي بتدرسها. صيغة مهمة جدا لما تيجي حضرتك تستخدم صيغة الأمر أو زمن الباسي كومبوزي الماضي المركب أو زمن الماضي الحديث. زمن في منتهى الأهمية، أرجو الانتباه إليه. تحيات، وما تنسوش الاشتراك في قناتي قناة عالم حر 2020. نبدأ مع بعض ونشوف أفعال اللغة الفرنسية. أفعال المجموعة الأولى. أفعال المجموعة الأولى ولاد بتنتهي بالأو-إر، وده شكل الفعل في المصدر. لما احب اصرف اي فعل ينتهي بالاو-إر في زمن المضارع بعمل حاجتين: واحد بحذف، اتنين بضيف. بحذف ايه؟ بحذف الاو-إر من اي فعل وابتدي اضيف النهايات. مع جو بضيف او، مع تي او اس، مع ايل وال بضيف او، مع نو او ان اس، مع فو او زد، مع ايل وال افيك اس او اي اسم جمع او ان تي. على سبيل المثال فعل بارلي يتحدث، ادي النهاية الاو-إر انتهى وبدأت اضيف النهايات. كل الافعال بنفس الطريقة ما عدا فيرب الي، وده فعل شاذ. هنعرف ان شاء الله قدام ان ليه 4 معاني. طبعا معنى كلمة فعل شاذ يعني ما ينفعش اضيف الاو-إر، ما ينفعش احذف الاو-إر واضيف النهايات. ننتقل الى الملاحظات على افعال المجموعة الاولى. ملاحظات مهمة جدا هتفرق معايا برضو. نبدأ بأول ملحوظة: الافعال اللي تنتهي بالاجريج او-إر زي فعل انفوييه، هو اولا فعل عادي عين الاو-إر واضيف النهايه، ولكن الملحوظه بتقول ان اي فعل ينتهي بالاجريج او-إر الاجريج بتاعتي بحولها الى اي مع كل الضمائر ما عدا مع نو وفو. زي فيرب انفوييه يرسل، جو انفوا، تو انفوا، il وال انفوا. شايف كده قدام حضرتك الاجريج اتحولت الى اي ما عدا مع نوفو نزلت اجريج زي ما هي. بنفتكر كمان مع بعض الافعال المنتهيه بالاو ال-او-إر او الاو تي او-إر عشان اصرفها في المضارع. برضو انا بعين الاو-إر واضيف النهايات عاديه، ولكن الملحوظه ايه؟ ان حرف التي او حرف ال بيتضاعف مع كل الضمائر ما عدا مع نو وفو زي فيرب رابلي. كمان ملحوظه بالنسبه للافعال اللي تنتهي بالجو او-إر، ودي بعمل فيها ايه؟ بثبت حرف الاو قبل الاو ان اس. المفروض ان انا شايله، ولكن انا بضيف حرف الاو قبل الاو ان اس مع الضمير نو، ودي عشان النطق. لان لو حرف الجو جه بعد او هيتنطق جيم، فينفعش اقول نو مانجون في حين ان بقيه الفعل بيتنطق مانج. اخيرا الافعال اللي تنتهي بالسي او-إر، ودي حرف السي بحط تحته سيدي الاس المعلقه دي عشان برضو ما تتنطقش كا، زي ما حضراتكم شايفين في فيرب كومونسي. ننتقل الى الافعال ذو الضميرين. بفكر حضراتكم ان الفعل ذو ضميرين هو كل فعل قبله اس او او اس ابوستروف، وده لازم يتصرف. فتصريف الضمير سو مع جو مي، مع تي تو، مع إل وآل أو الضمير أن سو، مع نو تكرار نو، مع فو تكرار فو، مع إل وآل سو. طبعا ممكن تحول لأبوستروف لو جه بعديه حرف متحرك. على سبيل المثال فيرب سو ليفي ينهض، جو مي ليف، تو ليف، إل وآل سو ليف، نو ليفون. يبقى نو التانية دي أو فو التانية ده تصريف للضمير سو. كذلك زي ما أخدته في سنة أولى ثانوي فيرب سابيلي، سابيلي يسمى أو يدعى. جو مابيل، tu t'appelles, il ou elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il ou elle s'appelle. طبعا هنا في الفعل ده قدام حضراتكم ال مضاعفة مع كل الضمائر ما عدا مع نو وفو. هننتقل إلى جزئية أخرى، وهي أفعال المجموعة التانية اللي تنتهي بالإي-إر. عشان أصرفها في المضارع برضو بعمل حاجتين: واحد بحذف الإي-إر، الخطوة التانية ابتدي اضيف النهايات. مع جو اي اس، مع تي يو اس، مع إل وآل يو تي، مع نو اي اس اس او ان اس، مع فو اي اس اس او زد، مع إل وآل اي اس اس او ان تي. على سبيل المثال فعل فيني ينهي، جو فيني، tu finis,
وهكذا. بالنسبة لأفعال المجموعة الثالثة، ودي يا ولاد كلها شواذ، يمكن محطوط لها قاعدة هنا قدامك، ولكن أنا بنصحك طالما أفعال شواذ احفظها كلها زي ما هي بدون ما تشغل بالك بالقاعدة اللي موجودة، لأن القاعدة مختلفة من مجموعة أفعال لمجموعة أفعال. طيب الأفعال اللي تنتهي بالإي إر، لأن احنا سبق قبل كده قلنا في أفعال تنتهي بالإي إر ودي أفعال مجموعة تانية. طب إيه اللخبطة دي؟ في أفعال تنتهي بالإي إر ودي أفعال مجموعة تالتة. اللي قدام حضرتك دي أفعال مجموعة تالتة تنتهي بالإي إر، غير كده تعامل معاهم أفعال مجموعة تانية. يهمني فيرب فيني بمعنى يأتي، مهم جدا، هينفعك في زمن الماضي الحديث الباسي ريسون. Je viens, tu viens, il ou elle vient, nous venons, vous venez, il ou elle viennent. بالنسبة لفعل بارتير والمجموعة اللي معاه زي sortir, servir, dormir, se sentir, sentir, mentir. الأفعال دي يا أولاد عشان أسربها في المضارع باخد أول 3 حروف في المفرد وابتدي أضيف SST مع ضمائر فعل جمع، باخد أول 4 حروف وابتدي أضيف ONS OZ ONT. زي فعل بارتير، جبار شايف BAR وأضفت S، BAR وأضفت S، BAR وأضفت T. بالنسبة طبعا كل الأفعال بنفس الطريقة ما عدا فعلين. فعل كورير يجري، وده الفعل ده مهم جدا انتبه ليه. جي كور، tu cours, il court, nous courons, vous courez, il court. وفعل مرير يموت. هننتقل إلى أفعال المجموعة الثالثة اللي تنتهي بالار او، ومنها الأفعال اللي تنتهي بالدي ار او. بفكركم تاني، هي أفعال كلها شواذ، ما تشغلش بالك بالقاعدة بتاعتها، ده الأفضل احفظه زي ما هو. زي فعل بيردر يخسر أو يفقد، je bird, tu bird, il bird, nous birdons, vous birdez, il ou elle bird. وعلى نفس المثال بتتصرف بقية الأفعال. فعل بروندر يأخذ، فعل مهم جدا برضو تصريفه je prends, tu prends, il prend وهكذا. أفعال المجموعة الثالثة ده من ضمن الأفعال الشواذ. فعل متر فعل مهم جدا نحفظه بمعنى يضع أو يرتدي. je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent، وبيتصرف زي الأفعال المقابلة ليه. فعل لير فعل برضو في منتهى الأهمية. je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, il lise. ما بنطقش ال NT. هننتقل إلى جدول بيوضح أهم الأفعال الشواذ. زي ما قلت لحضراتكم أفعال المجموعة الثالثة كلها شواذ، كل فعل يختلف عن التاني. يهمني عندي فيرب اتر، فعل فير، رير، دير، فيفر، إكرير، كروار، بوار، سوفير، نجي، وفيرب سويفر. بفكرك ان فعل يكفي ويسلك، سويفر ونجي دي افعال لا شخصية لا تصرف الا مع الضمير إيل بس، وهي دايما بتعود على غير عاقل. مينفعش اقول انا اسلج انت تسلج. مهمين جدا مجموعة الافعال اللي قدام حضراتكم، ودايما في الحفظ الكلمات او الافعال جرب احفظ الكلمة بخط كبير هتقدر تحفظها. قسم الحفظ بتاعك. ننتبه كمان لفعل زي فعل سويفر يتبع، شوف تصريفه ازاي، مشابه لفيرب اتر. je suis, tu suis, il suit. انتبهوا للملحوظة دي كويس جدا. كمالة أفعال المجموعة الثالثة المكررة عليك، أفعال في منتهى الأهمية اللي قدام حضراتكم لازم نحفظها. فعل أفوار، فوار يرى، ديفوار يجب، ريسيفوار يستقبل، بوفوار يستطيع، فولوار يريد، سافوار. عندي مجموعة أفعال هنا يستطيع ويريد ويعرف، أفعال في منتهى الأهمية هتستعملها في المواقف، بتستعملها
في سؤال الباراجراف وسؤال الايميل، انتبهوا ليهم في الحفظ. بفكرك بفعل فالوار وفعل بلوفوار، برضو من الافعال اللا شخصيه اللي تتصرف الا مع ايه. يا ولاد بعد كل اللي قلناه، ايه الكلمات اللي بتدل على المضارع؟ ايه الكلمات اللي اول ما اشوفها اعرف ان الفعل ده لازم يتحط في المضارع؟ كلمه مانتنون، كلمه كل بكل اشكالها سواء كانت تو او توس او توت زائد فتره زمنيه، كذلك كلمه شاك كل وبعدها اي فتره زمنيه، شاك فوندردي، كلمه كيلك فوا احيانا، كلمه دابيتود كالمعتاد. يا ترى زمن المضارع بستخدمه امتى؟ قال لي بيستخدم زمن المضارع للتعبير عن حدث يقع لحظة التحدث، زي كلمة maintenant الآن، je vois des élèves أرى تلاميذ. maintenant nous avons une leçon de grammaire. بيعبر عن حقيقة، 2 et 2 font 4، 2 و2 بيساوي 4. la terre est ronde، الكرة الأرضية مستديرة. بيعبر عن حدث متكرر، chaque année nous allons à Alexandrie toujours il prend le petit déjeuner au restaurant. ما تنسوش الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.